اصل ده جوزي، اصله له حقوق، اصل ما ينفعش اقول له لا. 5 دقايق، طب استحملي شويه، خلاص هانت احسن ما يخونك، احسن ما يروح لواحده تانية. اعتقد ان انا مش لازم اقول لكم بليز اعملوا سبسكرايب، عشان انتوا باي ناو يو نو دايما ببتدي الحلقه بقول من فضلكم اعملوا سبسكرايب. واصلا ضيفتي النهارده هي ضيفه طلعت معايا قبل كده على البودكاست، وبناء على طلب الجماهير والمستمعين والناس اللي حبوا الموضوع ده جدا قررنا انا وهي ان احنا كل مثلا 3-4 شهور هتيجي معايا على البودكاست، عشان في مواضيع كتير لازم نغطيها. صح قوي. وحشتيني وانت كمان. ومبسوطه ان احنا راجعين نعمل حلقه تانية مع بعض، عشان حاسه اول حلقه عملناها اللي هي كانوا 7 مواضيع بيتكلموا فيهم الستات نجحت جدا. واللي حصل انه انتي وانا جالنا رسائل كتيره قوي من ستات ورجاله كمان عايزيننا نتعمق في مواضيع تانية اكتر. واكتر حاجه سمعت الناس بتقولها ان هم فهموا الموضوع ببساطه، وان هم حسوا ان الكلام اللي احنا كنا بنقوله كان كلام مش مجعلص وسهل يتفهم، وحاجات actually بتخطر على بالهم كتير قوي. فكان في اتصال لذيذ قوي قوي بالحلقه اللي فاتت. انا مبسوطه انه الكيمستري الحلوه، الكيمياء الحلوه اللي ما بيني وما بينك الحمد لله بانت على الكاميرا بشكل الناس حسوا بيه. واعتقد ده اللي مخلي مواضيع تقيله المجعلصه زي ما انت قلتي دي تبقى خفيفه على الناس. ولان موضوعك يا منت اللي هو سوماتيك سكسولوجي كبير وعميق وفي فروع ووجهات نظر مختلفه تماما، فهو حاسه انه صعب قوي نلخصه في حلقه او حلقتين او ساعه او ساعتين. ف المواضيع اللي هنتكلم فيها النهارده هي كلها جت كده اكنه الهام من ناس بعتت لنا احنا شخصيا، ناس حسوا بثقه ان هم يتكلموا معانا في مواضيع، فاحنا اخدنا الكلام ده وجمعناهم زي ما بيقولوا كده تحت 3 main umbrellas او جزء. الجزء الاول هو اكشلي بيمس ناس كتيره جدا، فاحنا هنطرح المشكله او مش عايز اسميها مشكله، الموضوع من وجهه نظر الستات والرجاله. هبتدي بالستات لانه اعتقد في ستات كتير بيتكلموا في الحته دي، وهي لما تكون في مرحله معينه من حياتها لا عايزه تتكلم في الجنس ولا عايزه تمارس الجنس ولا عايزه تبقى في اي علاقه. هي متجوزه طبعا، بس هي مش عايزه حد يقرب منها ويلمسها، وده ممكن يكون لعده اسباب. يمكن من اكبرهم بيكون ان حصل حاجه زي تروما او جسمها مر بحاجه صعبه، ممكن يكون اجهاض لاي سبب من الاسباب، او انها فقدت جنين، او حاجات تانية كتير هنخش فيها بالتفاصيل. بس لأي حد انتي بيجيلك ويقولك انتي عارفة بقى خلاص أنا يمكن المرحلة اللي كنت بمارس فيها أي ممارسة جنسية أو أي علاقة جنسية بيني وبين جوزي انتهت ومش هعمل كده تاني، وما أعتقدش أن أنا هعرف أعمل كده تاني، بس حاسة أن أنا ما ينفعش أعيش كده للأبد. بتقولي لهم إيه؟ حابة ان انا اوضح الصورة الاول، يعني اخد الصورة الكبيرة وبعد كده هفصصها حتة حتة. اوكي، اول حاجة عايزة اقولها هي ان بيكون في 5 مراحل جنسية الشخص بيعدي بيهم في حياته، وال5 مراحل دول منهم في مرحلة اسمها هيلينج، التشافي. اوكي، انا مش هدخل في ال5 مراحل المرة دي، بس عايزة بس اشرح الحتة دي. في فرق كبير جدا ما بين ان انا اكون في مرحلة التشافي، وفي فرق كبير جدا ما بين ان انا اقول انا عامة ما عنديش رغبة. ممكن قبل بس ما تشرحي لي هم ايه، لان متاكده في ناس دلوقتي بتقول ايه بقيه ال5، قوليهم لي وبعدين نخش في التشافي. اوكي تعالي نعمل كده. في 5 مراحل. أول مرحلة هي resting ده معناه هي مرحلة الراحة. مرحلة الراحة دي ممكن تكون عشان مستنية اتجوز، لسه صغيرة، والله نفسي بس ما فيش حد، واحدة قررت ان هي تبقى رهبة مثلا فممنوع، ايا كان، بس دي مرحلة الراحة. اوكي، المرحلة اللي بعدها هي هيلينج دي التشافي معناه ان انا ممكن اكون عملت عملية، صحتي النفسية مش قد كده، لسه مخلفة فتعبانة، في مثلا حاجة معينة حصلت مثلا في حياتي مأثرة عليا، حماتي جت تعيش معايا، جوزي قال كلمة جرحتني فأنا دلوقتي متأثرة بيها. أي حاجة بتأثر في العالم الداخلي بتاعي اللي هو نفسيتي، أو
او اي حاجه اتغيرت في العالم الخارجي بتاعي، يعني الانفايرمنت بتاعتي مأثره عليا. اوكي. وبعدين المرحله الثالثه هي مرحله الفضول، curiosity. انا عندي فضول ان انا اتعلم اكتر. لو حد بيسمع البودكاست بتاعنا دلوقتي ده في مرحله الفضول دلوقتي. المرحله الرابعه هي adventure، المغامره. انا بقى عايزه اجرب حاجات كتيره قوي، وعايزه اجرب ده واجرب ده واجرب ده واطبق الحاجات اللي انا اتعلمتها. المرحله الخامسه، ويمكن دي بتبقى اصعب واحده ان انا اشرحها، بس برضو في نفس الوقت اكتر واحده محدش بيفكر فيها، هي اسمها transcendent sex. يعني ايه؟ يعني ان الشخص يكون مش بس بيدخل في التجربه الجنسيه او العلاقه الجنسيه بس عشان الجنس، بس السبب اكبر من ده، ان هو يتصل بالشخص اللي قدامه اكتر بكتير، او ان هو يحس بحاجة اقوى بكتير، او ان هو يجيله الهام من نوع ما. فدول الخمس مراحل عامة. اوكي. ما بنعديش بيهم بالتسلسل، واتشي مش شرط ان احنا نعدي بكل المراحل دي في حياتنا. ممكن ان احنا نعدي مرحلة او 2 او 3 او 5 كلهم على حسب. بس حلو ان انت شرحتيهم كلهم، لان انت كده بتدي فكره لاي حد اللي هو انت ممكن تتنقل او تتنقلي من مرحله لمرحله تانية. بس تحديدا بقى في الحته اللي احنا بنتكلم فيها دي، اللي بيلاقي نفسه ستك في التشافي ومش عارف اذا هيقدر يطلع منه ولا هفضل بقيه حياتي كده فيه. هي دي بقى النقطه المهمه. النقطه المهمه هي ان انا لو في مرحله التشافي، رقم 1 ان انا احترمها. لازم احترم ان انا دلوقتي لسه مخلفة والرغبة مش نازلة عليا زي المطرة. دي حاجة تحترم. فأول حاجة لازم أعملها ان انا افهم ان انا في المرحلة دي دلوقتي، وان انا احترم ده، وان انا ما اتخانقش مع جسمي. كمية الستات اللي لسه مخلفة اللي بتجيلي وتقولي منت الرغبة راحت وماليش نفس ومش عايزة. انتي مش بتنامي، بتستحمي بالعافية، بترضعي طول الوقت، فطبيعي ان انتي مش هيكون عندك رغبة جنسية. عادي، زي لما الشخص بيكون في المستشفى او كسر او حاجة مش شرط يكون عنده الرغبة، وده عادي. الحاجة المهمة هي في المرحلة دي ان انا ما تزنقش فيها، ما افضلش فيها ويبقى ده العادي بتاعي. ما خلاص انا قعدت في مرحلة التشافي دي 9 شهور، سنة، ايا كان. ده بيحصل كتير، وهو ده بقى الخطر. هو ده بقى الحتة الخطر. لازم أبقى فاهمة إن المرحلة دي عبارة عن مرحلة بس فقط، مش إن أنا بقى هكمل فيها على طول، إن ده يبقى العادي الجديد بتاعي. أوكي؟ طيب أنا عايزة أفرق ما بين إن حد يحصل له تروما، صدمة، وإن حد يكون في فترة في حياته في صعوبات معينة، فهو بالتالي في مرحلة تشافي. طب نتكلم على الصدمة الأول، اللي هي ممكن تكون زي ما قلنا خلفت. لا، أو دي مش صدمة. سوري أنا قصدي مرت بحاجة، جسمها مر بحاجة، إن هي خلفت، صح؟ قصدك كده؟ لا، أمال قصدك إيه؟ تروما مختلفة. لأنه أنت تبتدي بالتروما؟ عايزة ابتدي بالصدمة نفسها. زي اغتصاب. هو اغتصاب. هي الصدمة عادة بتبقى أي حاجة that defines، هقولها بالإنجليزي وبعد كده هشرحها، non-consensual sex. يعني ما كانش فيه موافقة، ما كانش فيه اتفاق. بالظبط كده. أو sexual abuse، إن حد لمسني وأنا مش عايزة، أو حاجة كبيرة، اعتداء على الجسد. خلينا نقولها كده، لأن الاعتداء على الجسد ده مش شرط إن هو يكون اغتصاب. ممكن يكون الشخص حدث يعني باعتداء على جسده من حد لمسه بطريقة هو مش عايزها، أو حاول إن هو يقنعه بده، وبعد كده بعديها حس اللي هو ايه ده، يا ريتني ما كنت عملت ده، هو انا ليه سكت، هو انا ليه ما قلتش لا. وممكن تحصل كمان، يعني احنا عندنا تيرم اسمه medical trauma، يعني الصدمه الطبيه. اوكي، ممكن ان اكشلي الدكتور يكون عمل الفحص مظبوط وكل حاجه، بس انا جسمي ما كانش جاهز. ان حد يشوف المنطقه دي، يلمس المنطقه دي. وعلى فكره ما بقول منطقه دي مش قصدي منطقه اللي ما بين رجلينا، ممكن يكون برضو الصدر، ممكن يكون اي حاجه، لان احنا برضو في مجتمع يعني مش متفتح، احنا في مجتمع conservative. وغير كده كجسم ست، انتي مش متعوده ان حد يجي يمسكك بالظبط. يعني ده جسمي، هو ده اللي انا عايزه اقوله بالظبط، ان انا بكون مش متعوده. فمش لازم، يعني مش معنى ان انا جالي صدمه ان في حد لازم الومه.
اوكي. ممكن حد ان هو يجيله صدمة جنسية واتشلي يكون الدكتور عمل كل حاجة تمام وتكون الحالة كلها كانت تمام، وبس انه انا ما كنتش جاهزة نفسيا ان حد يلمسني او يشوفني او فكرة حلوة قوي 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 ان انتي قلتي مش لازم يكون حد لازم ألومه أو حد هو الغلط. وفي حاجة كمان عايزة أقولها، ويمكن دي الستات بالذات اللي خلفوا هيفهموها قوي قوي، إنه بسمع ستات لسه مخلفة كتير قوي بتقول أنا خلاص يعني بعد الخلفة دي أي حد يحط إيده يعمل مش عارفة إيه يرفع بتاع ما بقتش فارقة، الست بتاعت السويت الدكتور اللي بيولدني المخدر ما بقتش فارقة، لأن في اللحظة دي بتحس إن جسمها مش بتاعها. والموضوع ده بيتحرك بسرعة قوي. يعني ازاي ان انا اكون في مكان في حياتي فاهمة ان المنطقة دي خاصة جدا بيا وان هي حساسة قوي، وبعدين اكون في مرحلة في حياتي خلاص اتجوزت فبالتالي بيصرح لشخص واحد ان هو يشاركني في المنطقة دي، وبعدين مرة واحدة انا بقى داخله اخلف فبتحسي ان لا اله الا الله بقت مصرحه بالمكان ده. فهماني؟ ايا كان بقى اللي بيخيط واللي بيولد واللي بيعمل واللي بتغير والممرضه ومش عارفه ايه. فاصلا اللي بيحصل في الحاله دي هو بيكون صدمة طبية، مش عشان أي حد كان عنده غرض غير بريء مثلا أو نية وحشة أو أي حاجة، طبعا ده بيبقى موضوع طبي، بس actually ده بيعمل لخبطة للست. بيعمل لها لخبطة ليه؟ لأن اللي هي بتمر بيه ده مفروض بالنسبة لها في مخها حاجة طبيعية، ما أنا خلفت ودول دكاترة وكله تمام، فمالي كده ليه؟ مالي كده بقيت حاسة ان جسمي مش بتاعي؟ مالي كده بقيت touched out يعني انا اتلمست كتير قوي انه خلاص بقيت حاسة انه خلصت مش قادرة. بالظبط كده. فبيكون في لخبطة لانه الصورة من بعيد ما بتبقاش شكلها فيها مشكلة، لكن الإحساس من جوه بيكون إنه لا أنا مش تمام. الفترة دي تفتكري أنتي بتقولي مفروض الست تركز قد ما تقدر إنها ما تفضلش واقعة في الفخ ده لمدة طويلة. بصي الصدمة بتكون محتاجة علاج. أوكي، أيا كانت بقى، أيا كانت صدمة اعتداء أو أيا كانت صدمة طبية أيا كانت. وعلى فكرة الصدمة بتحصل علشان ده بيكون الإحساس بتاع الشخص نفسه بتاعها هي، يعني هي مرت بتجربة والتجربة دي عملت لها تروما. أوكي، أول حاجة لازم تعملها مش إنه الوقت يعدي، أول حاجة لازم تعملها إن هي actually تتعالج من الصدمة دي. أوكي، دي حاجة. فكرة بقى إن أنا ماليش مزاج دلوقتي عشان في عناصر اتغيرت في حياتي، دي حاجة تانية خالص. أوكي، يعني أيتن أنا am I clear؟ طبعا طبعا أيوه. أوكي، فاللي هيحصل له صدمة ده هيعمل بوز ومحتاج ان هو يتعالج من الصدمة دي. طيب في الحالة التانية بقى، اوكي، في الحالة التانية اللي هو انا بس دلوقتي ما بنامش كويس، دول اللي بيجولك بقى ده هنا انت بالظبط، ده بقى اختصاصي انا. اوكي، في الحالة بتاعت اللي هو أنا بس دلوقتي مش بنام كويس، كنت زعلانة شوية من جوزي واتقفلت منه، حاسة جسمي شكله اتغير، اللي هي مرحلة في حاجات كتير، مرحلة التشافي، بس مش عشان صدمة حصلت، عشان بس كان في تغيير في العالم الداخلي أو العالم الخارجي في حياتي. أوكي، بتعملي إيه بقى؟ في الحتة دي اللي أنا محتاجة أعمله هو إن أنا أعمل اتصال ما بيني وما بين جسمي. ده ستيب نمبر 1. حطي النية إن أنت عايزة تشتغلي على الموضوع ده، وشوفي إيه اللي بيساعدك أو اللي بيساعدك إن يحصل اتصال ما بين الشخص وجسمه. وكل شخص بيكون الموضوع الاتصال ده شكله مختلف تماما. لناس مثلا ممكن يكون ان انا اسمع مزيكا وارقص، ناس تانية ممكن يكون ان انا اخد وقتي كده وانا بحط زيت على جسمي، ان انا اخد شاور بس طويل شوية، ان انا مثلا اروح واشتري لبس، ان انا واكون مبسوطه كده بنفسي، تاخدي وقت لنفسك. بالظبط، ان انا اتمرن. وطبعا بيكون في تمارين معينه ليها علاقه بالاتصال
الطاقة الجنسية اللي موجودة جوه كل شخص. اوكي، وعادة بيكون التمرين ده عبارة عن زي تأمل وتمرين نفس breath work. اللي انت بتحاولي تساعدي مثلا الستات لما يكونوا في المرحلة دي هو ان انت بترجعي تفتحي نفسها تانية بطرق مختلفة، سواء كانت تمرينات تقدر تعملها او تأمل او بريدنج او كذا، او هي ممكن حاجات تخليها ترجع تحب نفسها تاني. طب بالظبط. سؤالي ليكي هو هل بتدخلي الشريك في الموضوع ده ولا بتخلي بس تركيزك مع الست؟ ما هي لو هي بتمر بالفترة دي ما هو اكيد جوزها كمان حاسس انه في نقص، طبيعي. بتدخليه؟ بصي على حسب، لو العلاقة ما بينهم هما الاتنين تمام، لو علاقتهم ما فيهاش مشكلة وهو ده الجزء الوحيد بس اللي معصلج في العلاقة نفسها، بس في تفاهم وفي حب وفي مودة وكل حاجة، يبقى بالتالي بشتغل معاها هي بس. اوكي، لكن لو في تنشن ما بينهم هما الاتنين، وعادة بيكون فيه للأسف الناس ما بتجيليش إلا لما يعني بيفيد بيها خلاص. فلما بيكون في إحساس بالتنشن ما بينهم هما الاتنين، وبيكون هو متضايق وهي مش عارفة تعبر ومش عارفة ايه، بخليهم هما الاتنين يجوا سيشن مع بعض، بحيث ان انا اعرف ان انا اشتغل على التنشن ده، وان هما الاتنين يكونوا ماشيين من الجلسة بتاعتي على نفس الصفحة. اوكي. سو اللي فهمناه هنا انه لما يكون في بني ادم ستك في مرحله، لا هقول ست لان انا هنتقل للراجل دلوقتي، لما تكون ست ستك في مرحله مش قادره يكون في اي علاقه جنسيه، لو هي تروما حاجه نفسيه كبيره، فلازم يكون في هنا علاج طبي وبعد كده يمكن مساعده من منت. بس لو الموضوع ده مجرد تغيير في حياتها او مرحله جديده بتخش فيها وهي نفسها مش مفتوحه، فده هنا ممكن السوماتيك سكسولوجي او شغل مع حد زي منتي يساعدها. هرجع كده بس هعمل زوم اوت نقطه واقول انه للي مش عارف، منت المقدم هي معالجه جنسيه بتشتغل مع السيدات في الوطن العربي وبتشتغل كمان مع الكابلز. منت مش بتشتغل مع الرجاله لوحدهم، مع ان هي فاهمه ممكن يكونوا جايين منين وايه اللي بيحصل، بس هي بتحب انها تشتغل مع الكابلز اكتر. السبب اللي بيخليني اعرفك في النص دلوقتي هو ان انا من الناس اللي بعتت لنا رأيها أو فيدباك أو مواضيعهم أو فتحوا قلبهم شوية، كان في كمان فيدباك جاء من رجالة، لأنه زي ما الستات بتمر بفترات هي مش قادرة إن حد يلمسها ويحس بيها، ساعات الراجل كمان، واحنا مش بنسلط الضوء يمكن على ده كفايه كبني ادمين او كستات، دايما بنحس انه الست كويسه، بس سوري الست ممكن يبقى عندها مشكله والراجل تمام. الراجل اللي ساعات بيلاقي نفسه مثلا اسمحي لي اسالك لو انت هتتكلمي في الموضوع ده، في موقف مثلا هو اتجوز غصب عنه، اصل ده مسج جات لي، اتجوز غصب عنه، اضطر فاهمه بسبب ضغوطات مجتمع ان هو لقى نفسه في علاقه ما فيهاش حب او فيها كسره قلب، او حصلت حاجه ادت انه لازم تتجوزوا حالا، فاهمه؟ كمان الراجل ممكن يلاقي نفسه في موقف طبعا هو كمان مش عايز اي علاقه جنسيه، مع ان دايما المجتمع الصوره من بره بتبان ان الراجل ده زرار واي وقت واي وقت الست هي المشكله. لما الراجل يلاقي نفسه في كده، اولا هل ده بيحصل كتير؟ ولو حصل هل هو نفس العلاج؟ بصي يا ايتن، كل شخص وبيكون ليه تركيبه معينه. اوكي، ودي حاجه مهمه قوي لازم نفهمها. ما ينفعش ان احنا نعمم بالرجاله او نعمم بالستات، كل شخص وليه تركيبه معينه. خلينا نفكر ان هما كده زي ingredients، مكونات هحطها في طبخه. اوكي، في حاجات معينه بتفصلني، وفي حاجات معينه تانية بتعمل زي تحفيز او بتبقى exciting، بتبقى turn on. اوكي، في ناس رجاله وبرضو ستات، بس في رجاله بالنسبه لهم اتصالهم بالشخص اللي قدامهم عنصر مهم جدا جدا جدا، ان هم يقدروا ان هم يحسوا ان هم turned on. فاهميني؟ مش كل الناس كده، بس لو الشخص ده اللي هو بيبعت الرسالة دي واتجوز غصب عنه، تركيبته واللي بيخلي الرغبة ان هو يحس بيها وان هو يكون مستمتع بالعلاقة الجنسية وبالمتعة الجنسية، لو تركيبته معناها ان هو محتاج ان هو يحس باتصال وبحب بالشخص اللي قدامه، يبقى دي هتبقى مهمة قوي. وكل حد تركيبته مختلفة، يعني ممكن شخص يكون بالنسبة له انا محتاجة ان انا احس ان انا متصل قوي بالشخص اللي قدامي بحبه قوي، تمام. ممكن شخص تاني يحس محتاج ان هي يكون شكلها مزة قصدي شكلها يكون عاجبني، وممكن يكون ده بس، لو شكلها حلو مش مهم بقى الباقي، فاهماني؟ وممكن شخص تاني يكون محتاج الاتنين مع بعض. وفي نفس الحاجة وفي نفس الوقت برضو لازم أبص على إيه اللي بيفصلني، مش بس إيه اللي بيعمل لي turn on، بس إيه اللي بيفصلني.
لان لو انا مثلا هي شكلها زي القمر وعندي اتصال بيها اوف واو روحي فيها وبموت فيها، وفي نفس الوقت بردان موت الدنيا بردان برد. سقعان. ايوه بالظبط، الدنيا برد، صح. تكييف عالي، جود لك، ربنا معاكم انتوا الاتنين، فاهمه؟ فبالعكس لازم ابص على البنزين التيرن اون، ولازم ابص والفرامل. على الفرامل قوي قوي قوي. احكي لهم مبدأ الفرامل ده عشان في نوعين فرامل قبل ما نخش في الحتة اللي بعديها، لان ده مهم جدا، الناس مش بتفكر فيه. صح. بصي، موضوع بنزين وفرامل ده بسيط جدا. اوكي، الرغبة بتشتغل زي العربية، بيكون فيه بنزين وبيكون فيه فرامل. البنزين هي التيرن اون، فالحاجات السخنة اللذيذة، والفرامل بتبقى الحاجات اللي هي بتفصلني. في نوعين فرامل، عندنا الفرامل اللي هي بتاعت الرجل دي اللي هو بنهدي بيها شوية عشان نلف في الملف، وعندنا فرامل اليد كارثة، فصلنا خالص. يعني في فصلان مش قوي وفي فصلان دن. خلصت. طيب منت مش فاهمة، اشرحي لي احسن. ماشي. فرامل اللي هي بتاعت الرجلين العادية دي اللي انا هلف ملف بيها، الفرامل دي sounds like this. انا مش متأكد لو اللي انا بعمله ده حلو ولا لأ. ايه ده، احنا محتاجين ننظف الحتة دي في السقف. هو انا قفلت الباب ولا ما قفلتوش؟ طب قفلته بالمفتاح ولا ما قفلتوش؟ ان انا اكون سرحان شوية. انا مش هنا بالظبط، انا هنا بس مش هنا قوي، بس بفكر في حاجة، في حاجة واخداني. اوكي. فرامل اليد، يا نهار ابيض ابني دخل دن. اقفلوا مفتاح بقى زي ما يعني اللي قبليها كانت انا قفلته ولا لا، لو فكرتوا قوموا اقفلوا بالمفتاح بالزبط. عشان ما يحصلش فرامل ايد. بالظبط كده. ففرامل اليد دي ما فيهاش خلاص. طب هل صحيح يا منت، يعني inspired by حتة الفرامل والراجل والست وبتاع، هل صحيح، انا عارفة ان انتي بتتكلمي دايما على في انواع الرغبة وفي انواع السكس لانجوج، وكل واحد في انهي مرحلة في حياته وكل الكلام ده، بس عموما كده هل الست بيلزمها وقت اكتر انها تخش في المود وتبقى عايزة، والراجل فعلا اسرع؟ حلو قوي السؤال ده، وعشان كده انا بحب اتكلم معاكي قوي عشان بتجيبي من الاخر. بصي، نفسيا لا، نفسيا ممكن ان انا اكون ست رغبتي سريعة جدا، وممكن يكون راجل رغبته بتحتاج شوية وقت، زي سخان المية كده، بتفتحي المية وتقعدي تلهي نفسك في حاجة دقيقتين. اوكي، عقبال ما المية تسخن. بس جسديا لو هتكلم جسديا biologically، اوكي، الراجل بيحصل له انتصاب بسرعة قوي قوي قوي. الست نفس الحاجة بتحصل لها برضو، الدم كله بيروح للمنطقة اللي ما بين رجليها، وده بيعمل expansion للفيجينا وبيجهزها ان هي تكون جاهزة ان يحصل لها ادخال. ده بياخد على الأقل 3 ساعة انه ده يحصل. فممكن اقول انه التحفيز جسديا بيبقى اسرع في الراجل عن الست، بس ذهنيا او نفسيا لا، مش شرط. اوكي، لا اجابه حلوه قوي من الاخر، وانا بحب اسمعك بتتكلمي فيها، لانه ناس كتير بتقع في الفخ ده اللي هو اصل ما هو راجل، هو ممكن في اي لحظه هو نفسه يقدر، وهي لا عشان هي ست. بس هو لا، هي اكتر من كده، هو ذهنيا احنا زي بعض، بس جسديا زي ما قلنا قبل كده هو ممكن يكون زرار للانتصاب، مش زرار بس، يعني فاهمين قصدي، وهي محتاجه الميه تغلي شويه اكتر. بالظبط. بس ممكن اقول لك كمان حاجه تانية مهمه، احنا ساعات بننسى انه مش معنى انه في انتصاب ان انا دلوقتي عايز. مع معظم الرجاله لما بتصحى الصبح من النوم بتكون عندها انتصاب، هل ده معناها ان هي عايزه قوي دلوقتي حالا؟ لا، مش شرط. ده بيكون بس عشان الدورة الحركة الدموية بالظبط بتكون سريعة شوية عشان كان نايم. اوكي، نفس الحاجة برضو مع الست. اوكي، مش معنى انه في احساس بالبلل ان هي دلوقتي عايزة وجاهزة. دي حاجة ودي حاجة، ممكن يكون على حسب المرحلة اللي هي فيها في الدورة الدموية بتاعتها، الدورة الشهرية. يس، على حسب ده، ما بيكون مش شرط معناها انه دلوقتي حالا انا عايزة. بس ممكن الناس تاخد الفترة دي اللي هو ساين نبني عليها بقى، نبتدي نسخن المية بالظبط، اللي هو ليه لا. بالظبط. بس مش هي دي. أيوة. مش هي دي اللي بتقولي. ممكن راجل برضو يكون نفسه بس لسه. من inspired by كلمة نفسه دي،
وقبل ما اخش في الموضوع التاني، حاسه ان في برضو دي مسج جات لي، واعتقد جات لنا احنا الاثنين، لانه هو في حد كان بيبعت بيحكي في القصه دي، مش واحده كذا واحده، من مرحله انا مش عايزه اي علاقه جنسيه انا مضطره، اصل ده جوزي، اصله له حقوق، اصل ما ينفعش اقول له لا. في كذا قصه سمعتهم يا منت، يعني للاسف لما نسمعهم ممكن انا اكشلي لما قريت المسجز دي انا تعبت نفسيا. مش بحكم على اي حد هو حاجه، بس اعتقد ان الستات اللي شاركونا قصصهم دي كانوا عايزين يتكلموا فيها، عشان محدش جاء قال لهم ان انت ليكي حق الرفض، ان انت ليكي حق تقولي لجوزك لو انت ما نفسكيش تقولي له لا، ومش معناها ده مش معناها ان انت زوجه وحشه. يمكن بنسمع كتير عن قصص الناس نعرفهم او ما نعرفهمش، ممكن تكون القصه مثلا في فيلم او كتاب او حاجه، بس هي بتحصل انه الزوج بيفرض نفسه على الزوجه. يمكن في بعض المجتمعات بيسموه marital rape، اللي هو انت لما تفرض نفسك وهي مش عايزه، يعتبر نوع من انواع الاغتصاب. يمكن الزوج يبقى شايف نفسه مش بيغتصبها لان هو زوجها وده حقوقي وانا محتاج وبقالي كتير وبتاع، بس لما تسمعي القصه من وجهه نظر الست، ودي اتحكت لي ان هو مثلا لا، هو كان ممكن يعمل علاقه معايا وانا نايمه من غير ما انا حاسه، انا بشرب وباكل وبكونسيوم حاجات تخليني غايبه عن الوعي عشان تعدي، انا بعمل اول ما اسمع الباب بيتفتح وهو داخل انا بعمل نفسي نايمه او مصدعه او عيانه او اعمل نفسي عندي البيريد او اي حاجه عشان اهرب من الموضوع ده. ولما ابقى مضطره، عشان كده حاسه في كروس ما بين الموضوع اللي هو انا مش عايزه بس مضطره، ولما ابقى مضطره بقول خلاص ربع ساعه وهتعدي. انا عارفه انه موضوع تقيل جدا، بس هو في ستات كتير بتلاقي نفسها اللي هو انا رافضه او مش عايزه. ممكن يكون لانه الكواليتي زي ما انت قلتي بتاعت الحياه الجنسيه مش كويسه، وممكن تكون لان البني ادم اللي قدامها بيحسسها اللي هو انا راجل وده حقي. تقيل، موضوع بس تقيل يمكن قوي. ده من اهم المواضيع. بصي يا ايتن، انا حاسه ان انتي شرحتي موضوع الماريتال ريب ده، او ان عشان حد في علاقه مع حد تاني يغصب نفسه عليه. بتهيألي ان انتي شرحتيه بوضوح، مش حاسه ان انا محتاجه ان انا اشرحه. بس نفسي ان انا اتكلم عن حاجه اسمها enduring pleasure. ده مصطلح علمي، اوكي؟ يعني ايه enduring pleasure؟ كنا بنتكلم في الموضوع ده وقلنا اكني عصر على نفسي ليمونه، يلا هتعدي 10 دقايق وهيخلص، 5 دقايق، طب استحملي شويه، خلاص هانت احسن ما يخونك، احسن ما يروح لواحده تانية. اوكي، ما انا مراته ما لازم ما كذا 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 كذا. ويمكن انا عايزه اتكلم عن ده اكتر شويه ومعناه، علشان بتهيألي انه ما فيش ست في العالم ما مرتش بده. اوكي، يمكن ده منتشر قوي قوي قوي، بس ملوش كلمه، ملوش كلمه معينه بنتكلم على الموضوع بيها. يعني ايه enduring pleasure؟ enduring pleasure هو ان انا امثل ان انا مستمتعه، ان انا اكون بعمل حاجه المفروض ان انا بعملها عشان الاستمتاع، بس actually عصر على نفسي ليمونه وبحاول استحمل بس ان الوقت يعدي. وما اقدرش اقولك قد ايه ان دي تجربه كل حد مننا بيمر بيها. هل ليها علاقه بعدم اتصال مع الشخص، ولا ممكن يكون يوم وحش؟ هقولك بقى كل الوانها ممكن شكلها يبقى عامل ازاي. مبدئيا مش معناها ان الشخص اللي قدامي غلس أو اوكي، خلينا نفصصها حته حته. لو انا ازاي اعرف ان دي حاجه انا مريت بيها؟ اعرف ان دي حاجه انا مريت بيها علشان بلاقي نفسي ان انا في لحظه ما نفسيش قوي اكون بعمل اللي انا بعمله ده، او مش مبسوطه قوي باللي انا بعمله ده. مش شرط ان انا اكون متضايقه ومش طايقه نفسي، مش مستمتعه، بس بالظبط مش مستمتعه. طيب خلينا نبص بقى على التربيه عامه. اوكي، مبدئيا عادة لما الشخص بيكون في علاقة بيكون sexually exclusive. يعني ايه؟ يعني احنا الاتنين بس اللي بنعمل كده مع بعض، فبيكون في احساس من الخوف. ما انا لو ما عملتش كده معاها او معاه ممكن الشخص اللي قدامي يروح يدور على حد تاني، فبيكون في احساس من الخوف انه الموضوع مش هيقف على علاقة جنسية بس، لا ده ممكن يطربق العلاقة كلها على دماغي. اوكي، تاني حاجة بالذات مع الستات، احنا
بنتربى في مجتمع بيعلمنا انه دوري ان انا امتع الراجل، ان انا اكون متاحه، موجوده، جسمي موجود عشان الراجل يستمتع بيه. واعتقد ده الجزء اللي انت بتردي على البنات دول، اللي هم انا واجباتي كزوجه، انا المجتمع بيقول لي انه انا اي اكزيست عشان امتعه حتى لو انا نايمه وصحاني. بالظبط، او ملكيش نفس او صح. فده بيكون عباره عن السوشيال ليرنينج. السوشيال ليرنينج معناها الحاجات اللي انا بتعلمها من المجتمع اللي انا فيه. اوكي، ومش بس كده، السوشيال ليرنينج كمان بيقول لي انه انا ماليش حقوق في المتعه الجنسيه. يعني انت ليه اصلا يكون عندك رغبه؟ انت شمال ولا ايه؟ عندك رغبه؟ انت مش تمام. هو اللي يكون عنده رغبه، ويا ريت هو يكون عنده الرغبه، وان انت تكوني عندك الرغبه في الوقت اللي هو عنده الرغبه فيها. ومش بس كده، هو يبقى عنده الرغبه ويخلص، ولو انت ما خلصتيش مش مشكله. مش ده شائع بتحصل طبعا، بس يعني احنا حتى اصلا ما وصلناش لحته ان احنا نخلص، احنا بس عايزين نوصل لحته ان احنا نكون مستمتعين احنا الاثنين. ان احنا الاثنين نبتدي واحنا الاثنين عايزين، فاهمه؟ يعني نخلص دي يعني احلام، ده ماسترز ليفل، احنا في الباتشلر ديجري دلوقتي. اوكي، مش خلينا في الباتشلر. حاجه تانية هي عايزه اتكلم بس عن ليه الموضوع ده مهم جدا. عشان الموضوع ده بيبقى شائع قوي، وبنكون كلنا حاسين ان ما كلنا بنعمل ده، فانه عادي. مش معنى ان حاجه منتشره ان هي عاديه. ان هي منتشره دي حاجه، ان هي طبيعيه وعاديه دي حاجه تانية خالص. طيب، لما انا اكون مثلا في تجربه او في علاقه جنسيه والاقي نفسي ان انا عشان اكمل في التجربه دي أكني سبت جسمي وبتفرج على نفسي من فوق، أو بتفرج على نفسي بره جسمي، دي حاجة اسمها disassociating. هنا بيحصل أول عدم اتصال بجسمي عامة، بفصل نفسي عن إحساسي بجسمي. وده في حد ذاته بيعمل مشاكل كتيرة جدا جدا جدا. بيعمل مشاكل إن أنا ببتدي إن أنا أعلم جسمي إن أنا ما كنتش حاسة بيه، فدي في حد ذاتها مشكلة. وبتبتدي بمشكلة جنسية، وبعدين بتبتدي بقى تنتشر في حاجات تانية خالص. تاني حاجة هي ان انا لو انا اللي انا بعمله ده مش مرتاحة بيه ومش مستمتعة بيه وحاسة انا محتاجة استحمله، فببتدي اسيب جسمي واكون مش موجودة فيه وحش قوي كده، معناها انه جودة العلاقة الجنسية مش احلى حاجة. ان انا مش حاسة بأمان أو بفهم لنفسي أو بالإحساس بالاتصال بالشخص اللي قدامي، إن أنا أقدر إن أنا أعبر عن نفسي وأقول إن ده مش عاجبني. ولما بقول إن أنا أعبر عن نفسي وأقول إن ده مش عاجبني، أنا عايزة أجيبنا النقطة مهمة قوي. لو أنا أصلا ما بعرفش إن أنا أعبر عن نفسي باللي عاجبني، يعني لو شخص في علاقة دلوقتي بيعبر حلو قوي حلو قوي حلو قوي، awkward silence، الشخص اللي قدامه هيفهم اوكي مش هنعمل دي تاني، شكلها ما عجبتكيش. أيوة. صح. بس احنا اصلا عمرنا احنا اصلا بحس ان احنا بنتكسف ان حاجة تعجبنا ونعبر عنها بواو حلوة دي. والعكس صحيح، انه ممكن تبقى مش عجباني، بس يعني انا ما ينفعش اقول له لحسن يزعل بالظبط ويتفصل مني بقى. بالظبط، او يحس ان هو مش مقطع السمكه وديلها، يا سلام، مش سيد الرجاله. وي 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 صح. وبنتعلم ده قوي كمان من الافلام البورن الاباحيه اللي احنا بنشوفها في التلفزيون او في الكمبيوتر او في التليفون. بس بيتهيألي ده موضوع تاني، ده الموضوع الثالث. بالظبط كده. الشخص اللي عنده علاقه كويسه قوي مع نفسه ومع جنسانيته، وفي هنا أنا مش بتكلم عن إمتاع الذات بس، من ضمن الحاجات دي إمتاع الذات، بس مش هو ده بس، لأن إحنا دايما بنفكر إنه علاقتي بنفسي، اتصالي بنفسي جنسيا equals إمتاع الذات. لو هو عنده اتصال قوي قوي بيها، بالتالي هتبقى علاقته بشريك حياته أحسن بكتير. هل ممكن في بعض الأحيان تحسي عشان في زي disassociation أو منفصلين مش متصلين ببعض، وإنه ممكن يكون الراجل أو الست مستحملين enduring pressure زي ما انت بتقولي، هل ده مثلا ممكن يؤدي لامتاع الذات؟ انه يكون في اللي هو بقى علاقة شخصية كل واحد مع نفسه. حلو قوي ان انت اتكلمتي عن الموضوع ده. انا هتكلم عن موضوع امتاع الذات ده من منظور علمي. ما هو انا 100% بسأل علمي، احنا النهاردة علمي بنتكلم في حاجات جات لنا ناس عايز تتكلم فيها، احنا مش بنقول رأينا.
انا بتكلم على كمنظور علمي. كمنظور علمي في اللي انا درسته، لو انا ما عنديش علاقة بنفسي بيبقى صعب قوي ان انا اكون عندي علاقة بالشخص اللي قدامي. العلاقة الاول بتبقى علاقتي انا بنفسي. لو احنا بقى هنتكلم عامة عن الحياة يعني تعالي بقى نطبق اللي احنا بالظبط فعليا ده، تعالي نطبقه بقى على الحياة. What are the chances انه انا والشخص اللي قدامي كل مرة لمدة 10 20 30 سنة هيجيلنا الرغبة هتبقى بالظبط في نفس الوقت، وهنبقى احنا الاتنين فاضيين وقتها ومش ورانا مشاغيل وفي المود وعايزين. What are the chances؟ فرص ان احنا الاتنين نبقى كل مرة احنا الاتنين عايزين في نفس الوقت ومتاحين، وانت مش في الشغل وانا فاضية والعيال نايمة. واقعيا مش دايما هتظبط. بالظبط، واقعيا مش دايما هتظبط. وعشان كده انا بقول انا بتكلم على الموضوع ده بالمنظور العلمي. كل واحد يمشي بالاعتقادات بتاعته براحته. صح؟ خدوا اللي يفيدكوا وسيبوا اللي مش ماشي معاكوا. فاللي انا هقوله هو انه I want to challenge، عايزة اتحدى شوية من منظور علمي فكرة انه امتاع الذات اوحش من ان هي تبقى علاقة مع شريك حياتي. ملهمش علاقة ببعض، دي حاجة ودي حاجة تانية. بس السوشيال ليرنينج هو انه كده انتي اتخرجتي، كده ده احسن، كده ده اعلى، كده ده امتع. بس اتشي مش شرط، او ده هيأثر على ده. هما ما بيأثروش على بعض، ملهاش اي علاقة. بالعكس، يعني علميا الشخص اللي عنده علاقة كويسة قوي مع نفسه ومع جنسانيته، وفي هنا انا مش بتكلم عن امتاع الذات بس، فاهم جسمه وعارف نفسه والطاقة الجنسية اللي جوه كل شخص، لو هو عنده اتصال قوي قوي بيها بالتالي هتبقى علاقته بشريك حياته احسن بكتير. اوكي، من ضمن الحاجات دي امتاع الذات، بس مش هو ده بس، لان احنا دايما بنفكر انه علاقتي بنفسي، اتصالي بنفسي جنسيا ايكوالز امتاع الذات. لا، انا في حاجه انت في اكسرسايز انت بتعمليه مع الناس اللي بتشتغلي معاهم، وهو انك بتعملي لهم مابينج لجسمهم، وده ملوش اي علاقه بامتاع الذات، اللي هو اكنك بتشجعي الستات ان هي تفهم جسمها، عشان لما تيجي تكون متجوزه او مع زوج ان هو تبقى اللي هو لا مش بحب اتمسك من هنا، لا مش بحب اتلمس من هنا، لا الحته دي بتزغزغني، لا كده. هو خريطه جسمي بالظبط. انا فاهمه ان انا بقى عندي خريطه، وان انا بقى عارفه، مش محتاجه مثلا اسال الدكتور او اسال شريك حياتي على الموضوع ده. فاهمه قصدي؟ مهم ان انا اكون فاهمه نفسي، اكنها مرحله ريسيرش بالظبط كده، او مفاتيح داخلي، مفاتيح بالظبط، مفاتيح. لو انا مش معايا مفاتيحي مش هعرف ان انا اديها لحد تاني عشان يفتح الاوضه دي. هدخله ازاي وانا ما عنديش مفتاح؟ exactly. صح، ده ملوش علاقه بده، ده ممكن يكون موجود طبعا. يعني يفضل ايجاز انه يكون في كلام بالاتفاق، اللي هو مش يكون في علاقه فاهمه بين الواحد وبين نفسه وزوجه مش عارف مع، يعني I think الحته دي ممكن تبقى جراي شويه، اللي هو ايه اللي بيتم مع بعض. بس فور شور اللي احنا بنحاول نقوله هو انه اتكلموا مع البارتنر بتاعكم، مع زوجك او زوجتك، عشان تبقوا فاهمين انتوا بتيفولف مع بعض ازاي في الحته دي، وما يكونش احساس انا بعمل حاجه غلط، او احساس بالشيم، بالعار، انه يا نهار ابيض هيشوفني قصدي او هتشوفني. بس في هنا انا عايزه اقول حاجه. لما انا بتكلم على موضوع امتاع الذات من منظور علمي من غير بورن، لا استني هي عايزه تخش في الموضوع التالت، بس احنا لسه بنخلص التاني. ان في اخر حاجه عايزه اقولها بس قبل ما نخش في البورن والافلام الاباحيه، هو انه ساعات الواحد بيبقى نفسه بس مش نفسه في كل حاجه، وده بيخلي ممكن البني ادم التاني frustrated او مش قادر، انه هو انتي عايزاني بس مش عايزاني بطريقه معينه. هنا بحس دي كمان اللي هو طب ما هو مش لازم كل حاجه كل مره. اللي انت لسه قايلاه ده هو حل لموضوع رقم 1 وحل لموضوع رقم 2 دلوقتي. اوكي، حاجة من الحاجات اللي بتساعد قوي 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 هو ان انا اعمل حاجة اسمها redefining sex. يعني ايه؟ ان انا اغير او ابتدي احاول ان انا اوسع معنى الجنس بالنسبة لي ايه. ويمكن اتكلمنا عليه في الحلقة اللي فاتت لما اتكلمنا على البليجر منيو.
بالذات في الوقت اللي الشخص يكون بيطلع من المرحلة بتاعة التشافي، أو حتى لو الشخص حاسس إن هو في علاقة وجودة العلاقة مش أحلى حاجة. حلو إنه إحنا مش لازم نعمل كل حاجة، مش لازم إنك كل مرة هنتصل ببعض وندخل مع بعض في علاقة وتجربة إن إحنا نعمل كل حاجة. مش لازم استحمى واغسل شعري وغير الملايات وي 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 وي. ساعات مش لازم. فلو احنا ابتدينا نفكر ونتحدى شوية فكرة انه الجنس معناه ان حاجة دخلت حاجة، وان هو برودكشن وحوار وترتيبات وشموع ومزيكا. بالظبط. لو احنا خدنا انه ممكن جزء، ممكن نعمل ايروتيك مساج، ومش لازم اي حاجة تانية. ممكن مثلا ان انا يكون عندي استعداد ان حد يلمسني، بس ما عنديش استعداد ان انا اشتغل ان انا متع حد مثلا. اوكي، يعني بيكون في احساس بتاع اللي هو عندي استعداد ان انا ادي، عندي استعداد ان انا اخد، عندي استعداد ان انت تاخد وان انا بمريحة. طب ثانية واحدة، ايه بقى ده معناها اللي هو لما حد يقول للتاني يلا بينا نقوله طب عايز ايه من المنيو النهاردة؟ يعني يتكلموا مع بعض actually هننقي ايه؟ it's healthy. بقول لك ايه، مش لازم كل حاجه. فاهمه قصدي؟ او ممكن يكون اللي هو بص انا موجوده بس انا تعبانه قوي، اشتغل انت. وريني بقى. فاهمه بجد؟ زي موضوع السوشي او العكس بالظبط كده، او العكس. فاهماني؟ فبجد دي ايتن من العناصر اللي هي بتخلي العلاقه تكون علاقه sexually alive لمده طويله واقوى. ليه يا منت؟ لانه انت هنا قلتي حاجه مهمه قوي، انه في ستات كتير ممكن تبقى اللي هو انا مش قادره، فهقول له لا. فاللي يحصل ايه؟ ان هو راجع بعد يوم طويل شغل كان نفسه تو ريليس بطريقه معينه، وجاي فاهمه يحب في مراته يمسكها وهي مستحميه بقى وحتى زيت في شعرها ومش قادره، فلما ياخد الريجكشن دي يحس يوم تاني frustrated. لا مش عارفه ايه. وهي كمان على فكره ممكن تكون اللمسه الاولانيه دي هي قبلها، بس حاسه اللي هو يا نهار ابيض ده معناه ايه؟ لو خليته يلمسني كده هتبقى حاجه تانية. هي دي لمسه عاطفيه ولا دي لمسه جنسيه؟ أيوة. ولازم نفرق ما بين ده وده. ممكن يبقى حضن. بالظبط. فموضوع ان احنا نعمل ريديفايننج بالذات للناس اللي هي بتشتغل وبتبقى تعبانه او لسه مخلفه او بتبقى الناس اللي لسه مخلفه دي قلقانه البيبي يصحى في اي وقت. فاهمه؟ فبيبقى موضوع فصيل وصعب وتحس لسه خلصناش. الحل بسيط قوي، اتكلموا مع بعض احسن ما تقلب. مش بنقول هو ده الحل الوحيد، بس كتير بنلاقي ناس اللي انت بتقوليها دي sexless marriage، جواز ما فيهوش علاقه جنسيه بالزبط. لان احنا خلينا الحاجات دي تتراكم من غير ما نقول لبعض، وبيبقى ده العادي. اللي انا بتكلم عنه هو ان لو احنا عملنا موضوع redefining sex ده، اللي هيحصل هو ان احنا هيكون عندنا فرص اكتر ان احنا نتصل ببعض. ولو الفرص بتاعه الاتصال ببعض اكتر، فبالتالي هتبقى اعمق كمان وهتبقى احلى وهنستمتع بحياتنا مع بعض اكتر. it's creating opportunities for intimacy, creating opportunities for connection. حلو قوي 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 ده. واتمنى انه كل ست بتتفرج علينا، لان انا عارفه ان الاودينس بتاعنا معظمه ستات متجوزين او هيتجوزوا، اعرفي انك طبيعي لو مش حاسه نفسك قوي او حاسه نفسي بس مش عارفه، وقولي له انا حاسه ان انا عايزه انام بدري بس انت وحشتني، طب تعالى نشوف، طب مش عارفه ايه. الحوار ده بس هيخليكي انت تحسي لو انا مرتاحه اقول له، وهو يحس ايه ده هي بتحبني وعايزه حاجه، فطب تعالوا نشوف ايه من المنيو ممكن ينفع. صدقيني ده حتى لو الحل ده وصل لمجرد سبونينج وحضن ونايمين، اتليست اتكلمتوا مع بعض احسن ما يجي يحس هي مش عايزاني وخلاص. او حتى يعني نمسك التليفون بقى وندي ظهرنا لبعض. عارفه اللقطه دي كده؟ يعني في فرق ما بين ان احنا نمسك التليفون ندي ظهرنا لبعض وان احنا نكون بنبوس بعض بس. فاهمه قصدي؟ this still hot, it's still hot برضو لذيذه. وانا عندي تول actually بديها للكابلز بتاعتي لما بيكونوا محتاجينها كتير، اسمها sex bucket list. اوكي، فدي بتبقى عباره عن لستة افكار تاخديها انتي وهو بياخدها، وبتقعدوا تعلموا على كل الحاجات اللي احنا open ليها، كل الحاجات اللي هو انا تمام وهو تمام، طب يلا نزود دي على الليسته بتاعتنا. دي من الحاجات اللي انا بحب اعملها وانت بتحب تعملها، عشان ساعات بتكون الناس مقتنعه بالفكره بس مش عارفه اكسباند المنيو، احط ايه، عايزه مني ايه يعني. ثانيه واحده، الباكت ليست دي موجوده لكل الناس ولا بتبعتيها لكل الناس ولا موجوده كجزء من الشغل معاكي؟
موجوده لكل الناس. لا بجد قولي ان المره اللي فاتت حطينا لهم كميه كويزز مش قادره اقول لك الفيد. ده انت حقيقي، شفتي كان ده عامل حقيقي. ازاي؟ هي من ضمن حاجه اسمها pleasure profile. اوكي انا عندي حاجه اسمها pleasure profile. ده عباره عن كويزز اللي احنا كانت موجوده في الحلقه اللي فاتت، وفيها كمان السكس باكت ليست. يعني نقول لهم لو عايزين باكت ليست اكتبوا باكت. طيب عادي لو غيرتي رايك وحسيتي ان هي لا you know what لا ده مش موجوده لكل الناس، من حقك لان ده شغل. هو البريشر بروفايل بيسكلي عباره عن ايه البروفايل بتاعي للمتعه الجنسيه. من الاخر بفهم بقى رغبتي، بفهم الحاجات اللي انا عايزه اعملها ومش عايزه اعملها ايه، زي السكس باكت ليست دي. بعرف ايه الحاجات اللي هي بتفصلني، الحاجات اللي هي تخليني عايزه. تحفه. عباره عن ان انا اتعرف على نفسي. كل كابل سواء كانوا جداد او قدام ممكن يبقوا محتاجين حاجه زي دي. وكابلز كتير وبني ادمين كتير ممكن يكونوا اول فيجوال او شكل ايه هو الجنس وشكله عامل ازاي ويعني ايه وبيتعمل ازاي جاي ممكن يكون من افلام اباحيه اللي هي بورن. زمان كانت الانفورميشن دي بتجيلنا مثلا من حته في كتاب، صوره، مجله، حاجات كده سرقه، لانه طبعا الموضوع كان تابو جدا. اوكي فدايما بنبقى عايزين هو طب هو عامل ازاي، طب انا عايزه اقرا معلومه، عايزه افهم اكتر. انت عارفه ان انا كان حظي حلو كنت باخد المواضيع دي هروح اسال اهلي، بس كان في حاجات كتيره ببقى انا او اي حد تاني عايزين نفهم اكتر. وواقعيا اللي بيحصل انه ناس كتير قوي في الزمن اللي احنا فيه ده بتخش كويك سيرش هو ده بيحصل ازاي وده شكله عامل ازاي، وده اللي بيوصل الناس كتير لافلام اباحيه. وفي ناس بتستهلكها بكمية ممكن توصل لإدمان إن هم بيتفرجوا كل يوم. التوبيك الثالث واضح جدا وهو الأفلام الإباحية وتأثيرها على حياتنا الجنسية في الزمن اللي احنا فيه ده. هل بتحسيها بتأثر؟ طبعا احنا عارفين ده مش حقيقي المناظر اللي بنشوفها دي، بس تأثير السلبي قد إيه، يعني قد إيه وحش علينا؟ أنا ما أقدرش أقولك كمية المعلومات اللي عندي إن أنا أتكلم عليها في الموضوع ده قد إيه. يعني مش عارفة أبتدي من فين ولا فين. أوكي خليني أبتدي بده. الأفلام الجنسية وبالذات في الوقت والعصر بتاعنا النهاردة هي من أكتر الحاجات اللي بتأثر على العلاقات الجنسية في العالم. أوكي خلينا مش نفترض، بس هو بجد كل الناس دلوقتي بقت المعلومات اللي هي بتجمعها من خلال الأفلام دي. احنا عارفين ان الأفلام دي تمثيل، بس فين الأماكن التانية اللي انتي تتعلمي منها؟ وده بيعمل حاجة، ده بيتحدى الفطرة. يعني أنا زي الحيوانات. أوكي هما في إحساس بهاو is this supposed to be، غريزة. وبالظبط وبيكون في إحساس برضو أو فترة زمن بتاعة exploration، إن أنا اكتشف إن أنا يعني يمكن أعمل حاجة ما تكونش مظبوطة قوي وأجرب وأحس إن إحساسي بيقول إن هي المفروض تبقى كده، طب كده. اللي بيحصل هو إن لما الشخص بيشوف الفيلم الجنسي ده هتلاقينا أول مرة أي حد اتفرج على فيلم جنسي هتلاقي إن هو ضربات قلبه كانت سريعة قوي، ومثلا يمكن حاسس إن هو مثلا إيه ده مش مصدق نفسي وتوتر، وبيكون في رياكشن جسدي للموضوع ده. عمري في حياتي ما حد قال لي أنا أول مرة في حياتي شفت فيها بورن كنت سوبر تشيل. هو موتر بالظبط. بس إيه اللي بيحصل بقى؟ إيه اللي بيحصل؟ أول مرة حد بيشوف الفيلم بيكون متوتر وكده مش على بعضه، وبعدين بيشوفه تاني بيبقى متوتر أقل، ويشوفه تالت أقل، وعاشر أقل، و100 مرة أقل. وبعدين بقى إيه اللي بيحصل؟ إثارة. مش بس الإثارة، ساعات ممكن يكون في إثارة من الأول مع التمتع مع التوتر. سوري. أوكي بس كل مرة بتفرج على فيلم بيحصل حاجتين. رقم 1 بيحصل desensitization، يعني لو أنا ببص على حاجة والحاجة دي بالنسبة لي غريبة ومش مظبوطة، إحساسي بالتوتر ده بيقل. بيحصل نوع من desensitization، خلاص الموضوع ما بيكونش حساس بالنسبة لي anymore. أوكي ليه؟ عشان أنا جسمك بيتعود عليها.
متعود عليها. زي لو اول مره قلت لك طبطبي على تعبان هتبقي مرعوبه موت، ولو التعبان ما عضكيش وقلت لك طبطبي عليه المره ال100 هتبقي تشيل خلاص. خلاص ماما بتشبه لي البورن بالتعبان دلوقتي. بس ده بالفعل اللي بيحصل. مفيش حد بيتفرج على بورن اول مره وبيبقى مرتاح قوي، بس بعد المره ال100 او ال1000 بيبقى مرتاح قوي. ومش بس بقى مرتاح، ممكن لو افلام معينه كانت بتعمل له اثاره تبطل تعمل له اثاره. ومش بس كده، بيبتدي بقى محتاج يليفل اب يليفل اب. يعني عاده الناس لما بتبتدي تتفرج على بورن او الافلام الاباحيه بتتفرج على حاجات بيسك عادي، فانيلا زي ما بيقولوا كده، اوكي. وبعدين بنبتدي نخش في كاتيجوريز جريئه اكتر، وكاتيجوريز جريئه اكتر، وكاتيجوريز انتنس اكتر وانتنس اكتر. ومش شرط يكون ده اللي احنا عايزين نعمله في الحقيقه، فهماني؟ بس على الاقل المخ بيكون محتاج اكتر. طيب خليني اتكلم عن اصلا الافلام دي بتتعمل ازاي، او ايه الغرض بتاعها، او ايه الجول من الاندستري دي. اوكي، الجول والهدف بتاع الناس اللي هي بتعمل الافلام دي هي ان هي توصلني من 0 to 10 as fast as possible. ده الجول. ازاي اوصل البني ادم اللي قدامي من ولا حاجة لكل حاجة في اقرب وقت واقصر وقت، اللي هو اصلا ضد طبيعة الانسان تماما. بالظبط، اهي قلتيها، اللي هي ضد طبيعة الانسان. فاكشلي الافلام دي مش بس بتغير منظورنا للجنس، مش بس بتغير الطريقة اللي احنا بنطبق بيها العلاقات الجنسية، بس كمان بتغير احساسنا بنفسنا، وبتغير الطريقة اللي الشخص بيمتع ذاته، وبتغير الطريقة الشخص احساسه اصلا وهو في العلاقة الجنسية وهو مع الشخص التاني. يعني سلبية 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 سلبية. لو كلام مش واضح، احنا السبب اللي احنا بيخلينا نتكلم في الموضوع ده النهاردة مش عشان ولا نشجع ولا نعمم ولا تنورمالايز انه طبيعي، لا، احنا بنواجه شريحة معينة من المجتمع اللي هو اتفرجوا لسبب ما، وعايزين نقول لهم خلي بالكم في اضرار كتير جدا، مش مفروض تكملوا تتفرجوا. يعني بالاخر كده. وانا مقدرة ان الموضوع صعب لان ده بقى عادي وبس متوفر. بالظبط. وعايزه اتكلم بقى على دي عشان بتهيالي من اهم الحاجات اللي مفيش قوي معلومات عنها، او حوار محدش بيتكلم فيه قوي، هو انه ازاي في اخر 20-30 سنه امتاع الذات اتغير. لان لو انا علاقتي بنفسي اتغيرت يبقى طبيعي جدا ان علاقتي باللي قدامي هتتغير. فكرتيني بحاجه وانتي بتقولي كده على فكره. سؤال من الاسئله اللي جت كانت عن الهزاز اللي هو الفايبريتر، وبما انك بتتكلمي عن البورن فحاسه السؤال ده في محله، لانه جاء سؤال بيقول هل منت مع او ضد استعمال الهزاز مع انه في العلاقه او سولو؟ لانه often ده بيطلع من مشاهده الافلام. واجان انا عارفه ان احنا بنتكلم في موضوع حساس جدا، وممكن ناس كتير بتقول ايه اللي انتوا بتقولوه ده، بس يا جماعه دي قصص واقعيه من ناس حواليكم، اسئله جايه من ناس حوالينا بتفكر فيها، واحنا هنا بنرد عليها من منظور علمي فقط. الهزاز هتكلم عنه، بس هتكلم على موضوع how did self pleasure change الأول علشان هيساعدني أرد على موضوع الهزاز ده. أوكي، هيكملوا بعض. في الكام سنة اللي فاتوا الدنيا اتغيرت خالص. كان الأول الناس بتتفرج على صورة أو بتغمض عينيها وتتخيل، فكان التركيز بتاعهم في الإحساس نفسه اللي في جسمهم. أوكي، وبعدين بعديها ابتدى ان يكون في صور بيبصوا عليها مثلا على الكمبيوتر، بس فاكره كان لازم بقى مامتك ما ينفعش ان هي تتكلم في التليفون والكونكشن وتقعدي ربع ساعه عشان تنزلي صوره واحده وتقعدي بقى تفتكريها، تقعد بقى انت تفتكرها بقى لمده كام شهر، وبتبقى هي نفس الصوره، او البيت يبقى فاضي خالص ومحدش عايز يتكلم على التليفون عشان نشوفها. فشايفه هنا ازاي بيكون في مساحه كبيره جدا للخيال. ولما بيكون في مساحه للخيال بيكون معناه برضو ان تركيز الشخص نفسه على جسمه نفسه. دلوقتي موضوع ان حتى الافلام دي ما بقناش لازم نتفرج عليها على التلفزيون بفيديو ونخبي الفيديو تحت السرير وي 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 وي، وان الموضوع بقى سهل قوي واكسسبل قوي، انه هو تليفون باخده معايا الحمام، باخده معايا في اي حتة، صح؟
الموضوع ده خلى ان اصلا نيورولوجيكلي التخيل عندنا ما بقاش موجود، والخيال ده مهم قوي للمتعة الجنسية. احساس الخيال مهم للاحساس باللعب وبالاستمتاع. اوكي، فit changed اصلا نيورولوجيكلي الطريقة اللي احنا جسمنا بيحس بالمتعة الجنسية. من أضراره مثلا حاجة اسمها death grip. يعني ايه death grip؟ يعني لو أنا لو راجل مركز في التليفون، ايده ماسكة التليفون والايد التانية شغالة بيمتع نفسه بيها، التركيز بتاعه بيبقى على اللي هو بيشوفه في التليفون، مش مع نفسه، مش مع إحساس ايده. فايه اللي بيحصل؟ بيبتدي يمسك أجمد وأجمد وأجمد وأجمد، وده بيعمل حاجة اسمها desensitization of النيرفز والأعصاب اللي موجودة، اللي هي حساسة جدا على العضو الذكري. أوكي، فده الديث جريب ده بيبقى شكله عامل ازاي؟ بيبقى شكله انه ممكن ان هو يكون في علاقة انا مع اول مرة اسمع عنها شريكة حياته. I know this is why I'm saying هي مهمة جدا. ممكن يكون في علاقة مع مثلا مراته، اوكي، وبعدين يلاقي نفسه مش عارف يخلص، او مش حاسس، او الموضوع مش حلو كفاية، او يكون نفسه ان هو يطلع تليفونه ويتفرج على فيلم في نفس الوقت اللي هو في علاقة في الحقيقة. ليه؟ عشان بيكون محتاج حافز ذهني، عشان نيورولوجيكلي وبايولوجيكلي الدنيا اتغيرت. ده مش معناه ان هو هيفضل كده forever. ليها حلول. ليها حلول. بالنسبة للراجل اللي هو تعود ان هو لو بيمتع ذاته بيكون بيتفرج برضو على الافلام، ايه البديل لده؟ امتاع الذات في حد ذاته علميا ما فيهوش اي مشكلة، هو الاسلوب نفسه، انه يكون في امتاع ذات والشخص بيتفرج على الفيلم غير خالص انه صورة او غمض عيني وتخيل او فايه الحل هو انه واحدة واحدة نسحب موضوع الفيلم. ممكن نسحبه ازاي؟ ممكن نسحبه ان مرة مرة لا، مرة مرتين لا. ممكن نسحبه انه 10 ثواني on 20 ثانية off، 10 ثواني on تاني 20 ثانية off. وده كمان للناس اللي هي حاسة ان هي عندها ادمان الافلام دي. This is a very good way ان هم يبتدوا ان هم يسحبوا الموضوع ده من السيستم بتاعهم. هنقل بقى من هنا على طول على موضوع الهزاز، لازم اتكلمنا على الديث جريب في الرجالة. اوكي، الهزاز نفس الحاجة برضو. اوكي، واكشلي ايتن انا اول مرة قريت الموضوع ده اتعصبت بشكل، لانه حسيت ان زي ما احنا بنبيع سجاير بيكون مكتوب على السجاير بيكون في صورة وحشة قذرة على العلبة، الرئة السوداء بالظبط، فاهمة؟ تقولك خلي بالك خطر، خلي بالك زورك هيتحرق، خلي بالك هيجيلك كانسر، خلي بالك هتموتي بدري، فاهمة؟ زي ما بيكون في الحاجات دي. انا شايفة انه الفايبريتورز المفروض يكون عليها ده برضو. اوكي، مش هتجيب لنا سرطان ولا اي حاجة، لا بس فكرة حلوة. المفروض يكون مكتوب ايه؟ warning، اللي هو الحقيقة انه الهزاز. هتلاقي ان اي ست بتشتري الهزاز بتبتدي بليفل 1، عادة بيكون في كذا ليفل، خلينا نقول 3 ليفلز، 3 ليفلز. اوكي، لو عرفت ان هي اصلا تلاقيه واشتريته هتبتدي بليفل 1، وليفل 1 هيكون حوار واو مش مصدقة نفسي. لو كملت ان هي تستخدمه باستمرار هتلاقي نفسها وصلت لليفل 3. طب ثانية واحدة، عمرك ما فكرتي ان انتي تقفي كده واقفة مع نفسك وتسألي نفسك هو انا ليه قبل كده لما انا اشتريت الهزاز ده كان ليفل 1 تمام بالنسبة لي، وبعدين دلوقتي ليفل 3 بقت يا اما هي اللي تمام يا اما اي كلام؟ وليه الوقت بيكون اكتر واكتر واكتر؟ desensitization برضو. desensitization هي نفس الحاجة. يعني لو هنترجمها للعربي ان هي اكنها بتقتل احساسها من كتر ما هي بتستعمل حاجات مش مفروض، مش بحكم، بس مش يعني طبيعية، مش طبيعية. هي حاجات مش طبيعية. لا الأفلام الأباحية طبيعية، ولا حتى إنه الشخص يكون إنه هو بيستخدم جهاز ده طبيعي برضو. لأنه خلينا نفكر بقى في الهدف. الناس اللي هي بتعمل الأجهزة دي هدفها إيه؟ هدفها إن هي توصلك من زيرو لكل حاجة في أسرع وقت ممكن، زي الأفلام. وتاني ده مش شيء طبيعي أبدا لجسم بالزبط. الإنسان. يعني كمية
افكار، مش الافكار بس، اللي هو يعني فهمنا ان النيجاتيف السلبي اللي بيطلع من الحاجات دي كتير جدا. اجان انا مش بطرح الموضوع ده عشان اي حد يحس شيم او جلت وانا ليه عملت كده في نفسي او عمري ما هعمل ده، بس ما هو برضو خير الامور الوسط. افهموا الاضرار اللي ممكن تحصل، ولو وصلتوا لمرحله ادمان لمشاهده افلام وامتاع ذات او استعمال مكن زي الهزاز او فتاكدوا ان في حل. صح؟ اكيد هو بيكون في حل، بس اللي انا عايزه اشرحه هو انه على الاقل لو انا عندي وعي فبقيت انا عندي اوتونومي. يعني ايه؟ يعني ان انا اكون انا ملكه قراري، عندي الفهم وعندي المعلومات اللي انا محتاجاها عشان انا اختار. والله انا واعيه بده وفاهمه ده وبختار. انت حره، هي حياتك، انت حره وانت كمان حر. بس اللي انا عايزه اقوله هو ان الحاجتين دول ايا كانت الافلام او الهزاز بتعمل حاجه اسمها اوفر ستيميوليشن. الافلام اوفر ستيميوليشن ذهني، وبالتالي بتخلي الشخص ان هو يعمل اوفر ستيميوليشن جسدي، والهزاز بيعمل اوفر ستيميوليشن جسدي. فده الاوفر ستيميوليشن ده بيخلي الاعصاب نفسها ان هي تكون اوفر ستيميوليتد، فبالتالي ما بتبقاش حساسه. الملخص هو عايز تتفرج على افلام اتفرج، عايزه تستخدمي الهزاز استخدميه، عايزه تستخدمي الهزاز وتتفرجي على افلام في نفس الوقت، ربنا معاكي بس براحتك. بس اللي انا عايزه اقوله هو ان ده هيقلل من جوده العلاقه الجنسيه مع الشخص الاخر. ومش بس كده، اللي هو هيعمله هو انه لو حد تعود ان هو يوصل للنشوه او للاورجازم زي ما بنقول بالهزاز، هيبقى almost impossible ان هو يوصل لها بالايد او من خلال علاقة. شريك حياته. بالظبط. يعني تنويه، انا حاسه التنويه انت جبتي من الاخر. المفروض يكون في تنويه على اي برودكت جنسي بيتباع، وعلى الافلام كمان. بصي انا من مدرسه الطبيعه، فانا مش هقول ان انا هقول ان انا من مدرسه الطبيعه، وان انا بشوف انه الطبيعه هي في رايي انا كمنت هي الصح. ف I don't support الافلام، I don't support الهزاز، بس برضو معالجه نفسية أنا برضو فاهمة إن أنا لازم إن أنا أفهم إن مش كل الناس عندها نفس الاعتقادات. 3 مواضيع أحلى من بعض: الناس اللي مش عايزة تتلمس أبدا، والناس اللي بتعصر نفسها ليمونة عشان تخش في علاقة، والناس اللي ممكن يكون بتعتمد على الأفلام أو الهزاز في علاقتها الجنسية. لو هناخد 3 مواضيع دي ونعمل زوم أوت مرة تانية، أنتي لو في نصيحة واحدة هتديها لأي حد أيا كانت هو فين بقى في علاقته الجنسية أو ككابل، إيه التوب تيب بتاعتك لأي حد من المقدم؟ لو في حاجة واحدة عايزة اديها كتوب تيب للناس كلها، هقسمهم ل2. أوكي؟ لو شخص في علاقة جديدة أو هيدخل علاقة جديدة، هقول don't fake it. ما تمثليش وما تمثلش. خلوا ردود الفعل تبقى ردود فعل طبيعية وحقيقية، لأن لو مثلتي أو مثلت you've just signed up yourself for the shittiest sex for the rest of your life. إنه الشخص اللي قدامي ده هيكون فاهم إن في حاجة عجباني وأنا مستمتعة بيها وده مش حقيقي خالص، وهيبقى صعب قوي 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 إن أنا أصلح المعلومة دي من غير زعل. خلينا صراحة، موضوع لذيذ نعبر عليه نعبر بلذاذة. دي نصيحة حلوة جدا، بس ده جزء من النصيحة. ده للناس اللي هي لسه داخلة علاقة جديدة. أوكي؟ للناس بقى اللي بتسمعني اللي بتقول طب ما أنا خلاص بقى لبست متجوزة اهو أعمل إيه؟ لبست، عندي حاجة اليوم هم كمان. خليني أقول إن أكتر نصيحة ممكن أديها لهم هي إن هم يعملوا موضوع redefining sex ده، وممكن ان هم يتكلموا في موضوع وان هم يinitiate ويبادروا بالموضوع ده بلذاذة كمان. مش محتاجة تكون
مش محتاج يكون الحوار صعب او اي حاجه. زي الحلقه اللي فاتت، مش حوار بالظبط خلوه كده. حوار عادي. ممكن يكون بطريقه فن وبطريقه لذيذه، ان انا اقول طب يلا نجرب ده، طب يلا كذا، طب اللعبه دي، طب مش عارفه ايه، وان انا اخد حتى السكس باكيت ليست دي واعملها واديها له هو يعملها، ونقول ايه ده، طب let's try this, let's try that. وهنا بقى وانا بجرب الحاجات الجديده اعبر بصراحه عشان ما نلبس فيها هي كمان. حلو قوي، حلو قوي اللي انتي قلتيه ده بجد. مش بعرف اشبع منك ومش بعرف يعني افكر. انا بحاول دايما لما اطرح موضوع معاكي اطرحه من كل الجوانب. اتمنى ان انا ابان ان انا حياديه، لانه انا ما عنديش رأي في اي موضوع من المواضيع اللي طرحناها دي. اراء من هي ارائها كمعالجه جنسيه، كواحده بتتكلم من علم. انا كل اللي بعمله هو ان انا زي ما انتم متعودين انا unfiltered، فما عنديش اي مشكله ان انا اخد سؤال او موضوع الناس عايز تتكلم فيه واطرحه، واتمنى ان هنكون طرحناهم بشكل لايق للناس اللي بتتفرج علينا وبتسمعنا، عشان كالعاده احنا هنا موجودين عشان نشجعكم انكم تتكلموا وتتعلموا، ولو في حاجه قلقانين منها تشوفوا ممكن تعدلوها ازاي. انا مبسوطه قوي ان احنا عملنا حلقه تانية مع بعض، ومبسوطه ان الناس قادره تشوف علاقتنا قد ايه صريحه وجريئه وجميله، والهدف منها ان احنا نساعد الناس فعلا. اشوفك كمان 3 شهور. هتشوفي كمان 3 هو شهور. لا، انا هشوفها الاسبوع الجاي على زوم، بس كمان 3 شهور هنا في البودكاست. بالظبط كده. هو احنا بقينا بنعملها كوارترلي صح؟ ايوه صح. هاي فايفز.